ازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ يلا بينا النهارده هناخد درس الفترات والعمليات عليها. بصوا الفترات عندي كام نوع من الفترات؟ هما 4 انواع. اول حاجه الفترات عندي المحدوده. الفترات المحدوده 3 انواع، وبعد كده الفترات الغير محدوده دي لوحديها. تمام. طب الفترات المحدوده اول نوع فيها المغلقه، يبقى دي كلها اسمها فترات محدودة. فترات محدودة. طيب الفترات المحدودة دي أنا كل فترة وكاتب لك مثال عليها. مثال الأول على الفترة المغلقة هي مجموعة الأعداد الحقيقية التي تتكون من عددين -3 و2، جميع الأعداد الحقيقية المحصورة بينهم. تمام. تبقى بتساوي ايه بقى المجموعة دي؟ اكس، حيث ان اكس تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية. تمام. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بشوف مين الاكبر ومين الصغير. مين -3 هو الصغير، يبقى بكتبه الاول. بعدين علامة اكبر اصغر من او يساوي اكس، و2 ثواني سوري نسيت، واصغر من او يساوي 2، واقفل المجموعة. يبقى انا كده عبرت عن المجموعة اللي هو عايزها، هي مجموعة الاعداد من 2 و3، الاعداد المحصورة بينهم، الاعداد المحصورة بينهم. تمام. طب بعد كده لو انا حبيت اعوض عنهم في خط مستقيم اهو، هقول له هنا مثلا -3 وهنا الاتنين، هعمل هنا دايرة مغلقة وهنا دايرة مغلقة واوصل بينهم. طب الفترة بتاعتي اكتبها بالشكل ازاي؟ اكتبها بالشكل ده. بكتب هنا العدد الصغير وهنا العدد الكبير. من الصغير -3 يبقى -3 فاصلة العدد الكبير 2، يبقى بكتب من الناحية دي العدد الصغير هنا الأصغر وهنا الأكبر، دائما بكتبها كده، الصغير هنا والكبير هنا. ودي علامة الإغلاق، العلامة دي معناها إن الفترة مغلقة. الفترة إيه؟ مغلقة. طيب تعال ناخد نفس المثال بس فترة مفتوحة. النوع الثاني الفترة المفتوحة، مجموعة الأعداد الحقيقية المحصورة بين ال3 وال2. ما قاليش هما إيه؟ بصوا هنا لو بتلاحظوا هنا قال لك إيه؟ والأعداد المحصورة بينهما، وجميع الأعداد المحصورة بينهما. هنا قال لي الاعداد المحصوره بس، ما قاليش العددين، يعني هو قال لي هنا العددين والاعداد المحصوره بينهم، هنا قال لي الاعداد المحصوره بين العددين فقط. فده معناه ايه؟ ان انا هقول له مجموعه بالصفه المميزه هتبقى اكس، حيث ان اكس تنتمي الى مجموعه الاعداد الحقيقيه، واعمل فاصله واكتب العدد السالب اللي هو العدد الصغير، وهنا كبير وهنا الاكس، وهنا علامة أصغر من غير علامة يساوي، من غير علامة يساوي. ليه؟ لأن علامة يساوي هنا معناها إن علامة مغلقة. لما يشوف علامة يساوي في علامة الأكبر من أو الأصغر من، ده معناها مجموعة مغلقة أو الفترة مغلقة. طب أمثلها إزاي الفترة دي؟ أهي -3 و2، بعمل دايرة مفتوحة هنا ودايرة مفتوحة هنا وأوصل بينهم كده، يبقى دي الفترة بتاعتي اللي هو الجزء اللي في النص ده اللي هو انا باللون الاحمر. تمام. طب وعبر عن الفترة دي بايه؟ بقوس مفتوح كده وقوس مفتوح كده. طيب هنا هنكتب -3 الصغير وهنا الكبير العدد الكبير، يبقى الفترة المفتوحة بتبقى بالشكل ده، القوس عكس اتجاه الارقام، مش بيبص على الاتجاه، يبقى شكل المغلقة كده والمفتوحة كده. تمام. يلا اللي بعد كده النوع الثالث اللي هي نصف مغلقة ونصف او نصف مفتوحة. ازاي نصف مغلقة ونصف مفتوحة؟ هجيب لك مثال على دي ومثال على دي. هنا التعبير بتاعها بيقول لك العدد 3 وجميع الأعداد المحصورة بينه وبين العدد 2 بدون أن يكون العدد 2 ضمنها. يعني أنا هاخد ال3 والأعداد المحصورة، الاتنين مش هاخدها، يبقى أنا هقول له أهو
اكس حيث ان اكس تنتمي لار، واعمل فاصلة كده واقول له سالب 3 زي ما هي هنا، وهنا 2 وهنا الاكس. تمام. هنا علامة الاكبر من وهنا الاكبر من. طب قال لك التلاتة هاخدها والاتنين مش هاخدها، يبقى التلاتة طول سالب 3 دول هاخدها، يبقى احط لها علامة يساوي، والاتنين ما احطلهاش. طب هكتب سالب 3 و2. الفترة بتاعتي تبقى ايه؟ السالب 3 معايا يبقى مغلقة، الاتنين مش معايا يبقى مفتوحة. تمام. طب الخط المستقيم هتبقى هنا سالب 3 وهنا 2. السالب 3 تبعي تبقى دايرة مغلقة، اما الاتنين مش تبعي دايرة مفتوحة. بعد كده اوصل بينهم واقفل. او يجي لك مثال ويقول لك العدد 2 وجميع الاعداد المحصورة بينه وبين هنا بين الاتنين بدون ان يكون العدد سالب 3. هنا المفروض سالب 3 سوري، وبين العدد سالب 3. تمام. طيب يبقى انا عايز ايه؟ اكس حيث ان اكس الصيغة المميزة تنتمي لار، واحط هنا السالب 3 العدد الصغير، وهنا العدد الكبير، وهنا الاكس، وهنا العلامات زي كده. تمام. طب قالك السالب 3 لست ضمن ايه؟ بدون ضمن السالب 3، يبقى السالب 3 تحط لهاش يساوي، حط للايه؟ للاتنين. طيب ده انا كده الصيغه المميزه، عايزه احطها في صوره الفترات. الفترات هتبقى سالب 3 و2، الاتنين هي اللي تبعي يبقى مغلقه، والسالب 3 مفتوحه. طب تعالى نعملها على خط الاعداد. سالب 3 و2، التلاتة مفتوحة تبقى دايرة مفتوحة، الاتنين مغلقة يبقى دايرة مغلقة كده. دايرة مغلقة كده، ودي دايرة مفتوحة، اوصل بينهم والجزء ده تبعي اللي بينهم. عرفتوا ازاي؟ طيب ده بالنسبة لأنواع الفترات المحدودة. تعال ناخد بقى الفترات الغير محدودة. الفترات الغير محدودة هي ايه؟ ان انا بكون عارف بدايتها معرفش نهايتها. ازاي؟ يعني مثلا هنا بيقولك مجموعة الأعداد الحقيقية التي تكون من العدد 2 وجميع الأعداد الحقيقية الأكبر منه وبلا نهاية. يعني أنا بداية المجموعة عندي من 2، طب نهايتها كم؟ معرفش. طب هي ناحية الأعداد السالبة ولا ناحية الأعداد الموجبة؟ الموجبة. ليه؟ لأنها أكبر من الإيه؟ أكبر من الاتنين. قالك من أكبر من الاتنين، يبقى هقوله الصيغة المميزة إن إكس حيث إكس تنتمي الآر فاصلة. هنا قالك إيه؟ إكس بالها أكبر من الأعداد 2، أكبر من الاتنين. طيب أكبر من الاتنين وإيه؟ وتساويها. تمام. طيب يبقى انا همثل المسألة دي ازاي؟ 2 وما لا نهاية. 2 هي الصغيرة وما لا نهاية دي الكبيرة. تمام. الما لا نهاية دايما مفتوحة، عمرها ما تبقى مغلقة، والاتنين عشان قدامها علامة يساوي او ان انا هاخد على العدد 2 يبقى مغلقة. طيب وهعمل ايه كده؟ دي كده ادي العدد 2 وهنا سالب ما لا نهاية، وادي هنا ما لا نهاية. فاقول له مجموعة الحل بتاعتي ان هي اهي من الاتنين لغاية ما لا نهاية مغلقة كده. طيب مثال تاني، مثلا مجموعة الأعداد التي تتكون من العدد 2، العدد الحقيقي هو الأصغر منه بلا نهاية. يبقى اهي هقول له اكس حيث ان اكس تنتمي إلى ار مجموعة الأعداد الحقيقية. قال لك ايه؟ الأعداد الأقل من الاتنين، الأعداد الأقل من الاتنين، يبقى اكس أصغر من الاتنين. شوف انا غيرت الاشاره هنا عن اللي فوق. لو ركزت كده في المثال اللي بعده كانت الاكس هي الاكبر. ليه؟ لان انا كنت عايزه الاعداد الاكبر من الاثنين، اما لما يكون عايزه الاعداد الاصغر من الاثنين يبقى 2 هي الاكبر. تمام. واقفل كده. طيب بعد كده الفتره بتاعتي تبقى ايه؟ الاثنين هي الاكبر، يبقى هي من ورا. ومين طب من قدام؟ علامه ايه اللي ما لا نهايه، سالب ما لا نهايه. سالب ما لا نهايه دايما والما لا نهايه دايما مفتوحين. طب واتنين في علامه يساوي هنا يبقى مغلقه. طب هتبقى الخط على خط المستقيم ازاي؟ هنا على خط الاعداد سوري، هنا على الاتنين، هنا على الاتنين اهي،
الاتنين مغلقة واطلع بيها لغاية الما لا نهاية، واتجه اتجاه لما لا نهاية، لان سالب ما لا نهاية هي اللي معايا. تمام. دي الفترات الغير محدودة. طب مثال تاني برضو على الفترات الغير محدودة، قالك مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من الاتنين بلا نهاية، بس وسكت لي مقاليش ايه ان العدد اتنين ضمنهم، فيبقى ايه؟ هتبقى اكس، حيث ان اكس تنتمي لار فاصلة. بعد كده اقول له اكس مالها واتنين، قال لك اكبر من العدد اتنين، يبقى اكس اكبر من الاتنين. طب في يساوي؟ لا، تاني لان ليش ان عدد اتنين ضمن ايه؟ ضمن الاعداد اللي هو عايزها، لان لما يكون عايز اتنين يقول لك الاعداد التي تتكون من العدد اتنين وجميع الاعداد الاكبر منها. هو هنا قال ايه؟ الاعداد الاكبر منها على طول. يبقى الفترة هنا يقول له ايه؟ اتنين وما لا نهاية، الما لا نهاية مفتوحة والاتنين مفتوحة. ليه؟ لان مفيش علامة يساوي. تمام. سالب ما لا نهاية وما لا نهاية. هنا الاتنين هعمل علامة دايرة مفتوحة واروح ناحية الما لا نهاية كده، تبقى دي الفترة بتاعتي. تمام. السؤال اللي بعده، ودي اتفهمت. السؤال اللي بعده نفس الفكرة، هو عايز هنا الأعداد الأصغر من الاتنين، يبقى الصيغة المميزة اكس، حيث انه اكس تنتمي لار، واكس هنا ايه؟ قال لك اصغر من الاتنين. اصغر من الاتنين يعني الاتنين هي الاكبر. طب يبقى الاتنين هي الكبيرة، وهنا سالب ما لا نهاية. طب سالب ما لا نهاية دايما مفتوحة. طب والاتنين هنا عشان مفيش علامة يساوي تبقى مفتوحة. طيب بعد كده اقول له هنا سالب ما لا نهاية وهنا ما لا نهاية وهنا اتنين، الاتنين مفتوحة. تمام. واروح ناحية الاتجاه سالب ما لا نهاية، وتبقى اسمها فترة غير محدودة. ليه فسميناها فترة غير محدودة؟ لان انا بعرف بدايتها من الاتنين بس ما اعرفش نهايتها، وساعات ما ببقى عارف ان بدايتها مثلا بعد الاتنين، لان الاتنين ما سويش. يبقى اهي كم نوع فترات محدودة اهو. بص، مثال اتنين تلاتة اربعة، اربع امثلة للفترات الغير محدودة. لا يجيب لي نص فترة مغلقة، فترة مغلقة من الاعلى او من الاسفل، او مفتوحة خالص او مفتوحة خالص من الاتجاهات. تمام. طيب ده كله تفكيرا وتذكيرا لايه؟ للفترات. ركز معايا في اللي جاي وخلي دفترك وقلمك في ايدك. جايب لي الفترة دي، قال لي ايه بقى؟ اكتب الفترة ومثلها على خط الاعداد. هو جايب لي الصيغة المميزة. عشان اكتب الفترة اول حاجة هو بيقول لي تنتمي لمجموعة الاعداد الحقيقية، وجايب لي هنا السالب 3 والصفر. طب يبقى انا هكتب سالب 3 وصفر. السالب 3 هنا مفيش علامة يساوي يبقى مفتوحة، هنا في علامة يساوي يبقى مغلقة. طب خط المستقيم هتبقى ازاي؟ اهو كده، هنا السالب 3 وهنا الصفر. السالب 3 ايه؟ مفتوح، الصفر مغلق، يبقى بظلله كده. بعمل ايه؟ بعمل الجزء ده كده. تمام. سهلة جدا مفيش اي مشاكل. مثال تاني، المثال التاني جايب لي واي، على فكرة جاب لك واي اكس زد واي، اي حرف مش مهم، ما تتخضش، مش لازم يجيب لك نفس الرمز يعني، هي نفس المسألة اللي احنا كنا شغالين عليها. طيب انا عايز الفترة. اول حاجة انا عندي هنا سالب 2 وهنا الواحد، هي سالب 2 هي الصغيرة والواحد هو الاكبر، بتكتب الاول الصغير وبعدين الكبير. تمام. هنا في علامة يساوي يبقى مغلقة، في هنا علامة يساوي يبقى هنا مغلقة. كده كتبت الفترة. تعال نعملها على خط المستقيم، على خط الاعداد سوري. سالب 2 وواحد، سالب 2 مغلقة والواحد مغلقة، واوصل بينهم. تمام. ناخد مثال تاني. طب جايب لي المثال ده ايه؟ حيث ايه اكبر تنتمي الى مجموعة الاعداد الحقيقية، وايه اكبر من الصفر. طب اول ما حد هيشوف المثال ده فيكم هيتخض، يقول يا مس يا لهوي ده جايب لي ايه؟ ازاي يعني اكبر من الصفر؟ طب ايه دي؟ ايه قيمتها؟
ما تتخضش عادي خالص. ايه دي رمز زي مكان الاكس عادي مفيش حاجة. ايه دي هي اكس، هي ذات، هي واي، هيها، احنا ماشيين على نفس الريتم. تمام. طب هنا جايب لي يا مس رقم واحد، ما جايبليش رقمين زي اللي دي. دي اسمها فترة مفتوحة، فترة قصدي غير محدودة، فترة غير ايه محدودة. الفترات اللي كنا بنحلوها اللي فيها عددين دي فترة محدودة، اما دي غير محدودة. طب الفترة الغير محدودة بيقول لي ايه؟ ايه اكبر من الصفر. اكبر من الصفر يعني ايه؟ يعني الصفر ده اصغر حاجة، يبقى حط الصفر الاول. طب ايه الاكبر من الصفر؟ الما لا نهاية. الما لا نهاية دايما تتحط هنا، ما تتحطش هنا عمرها ابدا. تمام. يبقى اكبر منه. طب الما لا نهاية دايما مفتوحة. طب والصفر جنبه مفتوح ولا مغلق؟ مفتوح، يبقى كده. تمام. يبقى ده فترة غير محدودة مفتوحة. طب بعد كده هعمل ايه؟ خط الاعداد، وادي الصفر وواحد اتنين، وهنا واحد سالب واحد سالب اتنين. قال لك ايه اكبر من الصفر؟ يعني اخد من الصفر ولغاية ما لا نهاية. هنا ما لا نهاية وهنا سالب ما لا نهاية. يبقى هنا من الصفر كده والصفر مفتوح، واروح لما لا نهاية واقول دي الفترة بتاعتي. تمام. مثال تاني. طيب جايب لي برضو المجموعة دي ب، حيث ب تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. ب أصغر من أو تساوي السالب واحد. أصغر من يعني السالب واحد ده أكبر حاجة فيها، يبقى السالب واحد هنا. يبقى العلامة لما تبص على حاجة تبقى هي دي الكبير، ده الكبير، يبقى تحط هو اللي في الآخر. طب من قدام أحط إيه الأصغر من السالب واحد؟ سالب ما لا نهاية. تمام. طب السالب ما لا نهاية دايما مفتوح. طب والسالب واحد هنا جايب لي ايه؟ علامة يساوي، يبقى مغلق. طب وامثلها على خط الاعداد ازاي؟ هكتب سالب واحد وهنا سالب ما لا نهاية وهنا ما لا نهاية. هقول له الواحد سالب واحد مغلق، واطلع بيهم على السالب ما لا نهاية كده. تمام كده. يبقى انا ايه حلتها. مسائل سهلة خالص وبسيطة مفيهاش اي مشاكل، وانا مش حاسة باي مشاكل فيها. لو مكمل معايا ولسه مركز معايا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالى بقى ندخل على الحاجة الجديدة التانية. طب ممكن يجيب لي فترة وفترة ويقول لي عايز اتحاد الفترتين دول مع بعض. اعمل اتحاد الفترتين دول مع بعض ازاي؟ اول حاجة بعمل خط مستقيم كده، وهنا هكتب الصفر، وهنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وهنا سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب أربعة. تمام. بعد ما عملت كده هعمل ايه؟ هقول له الفترة الأولى اللي هي اكس هعملها مثلا باللون الأحمر، من سالب تلاتة مغلق، سالب تلاتة مغلق لتلاتة مغلق برضه. تمام. مجموعة واي من سالب واحد مغلق لغاية الخمسة مفتوحة اهي كده. لما اعمل علامة الاتحاد، دي معناها اتحاد يعني ايه؟ بجمع كل اللي عندي. لما اعمل اتحاد يبقى انا هقول هبدأ من هنا وانتهي هنا، يبقى المجموعتين يبدأوا من هنا لغاية هنا. يبقى هتبقى ايه بقى الإجابة بتاعتي؟ هتبقى الصفر والواحد الاتنين التلاتة الأربعة الخمسة السالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة وأربعة. طيب هتلاقي هنا التلاتة ايه؟ مغلقة، يبقى التلاتة خدها من أول التلاتة هنا مغلقة، والخمسة هنا ايه؟ مفتوحة، يبقى خمسة مفتوحة واخدهم كده. يبقى دي الحل بتاعي. يبقى انا في الاتحاد باخد من اول
الإجابة لغاية آخرها كام عندي؟ طيب يبقى الإجابة تساوي -3 و5. الخمسة مفتوحة والتلاتة مغلقة، ده الإجابة. عرفتي بنحلها ازاي دي؟ طيب مثال تاني. طب نفس المثال بس عايز التقاطع بتاعهم. هعمل ايه؟ هقول له اهو خط واحد، وهكتب برضو 0 1 2 3 4 5، وهنا -1 -2 -3. طيب اول حاجة احنا قلنا هنا من -1 مغلق لغاية الخمسة مفتوح، دي الأول المجموعة واي. وهنا من -3 مغلق لغاية التلاتة مغلق، -3 مغلق لغاية التلاتة مغلق، دي المجموعة اكس أو الفترة اكس. تمام. طيب بعد كده قالك الاتحاد. يعني ايه اللي قصدي التقاطع؟ التقاطع هو الجزء المشترك بينهم. الجزء ايه المشترك؟ ايه الجزء المشترك؟ اهو الجزء ده الجزء المشترك بينهم. طب يبقى الإجابة ايه عندي؟ الإجابة عندي اهي -1 -2 0 1 2 3. يبقى الإجابة من 3 مغلقة لغاية -1 مغلق، دي الفترة اللي هي مشتركة بينهم هما الاتنين. يبقى الإجابة يساوي -1 و3، هنا مغلق وهنا مغلق. تمام. دي الحاجة المشتركة بينهم. طب لو جاب لي السؤال ده العلامة دي معناها كلمة فرق. يعني ايه؟ يعني اكس بدون الواي، بدون الحاجات المشتركة معاها من واي. طب يعني نعملها كده تاني اهي، هنا 0 وهنا 1 2. انا رسمتها بس عشان ما اضيعش وقت الحصة. طب عايز الفرق. يعني ايه؟ شيلي من الاكس الحاجات المشتركة فينها بين الواي. فين الاكس؟ اللي هي من فوق التلاتة ب-3. ايه الحاجة المشتركة بينهم؟ اهم الجزء ده المشترك. فلما اشيل الجزء ده من الاكس يتفضل لي ايه؟ يتفضل لي الجزء ده بس، اللي هو من -3 لغاية -1. تبقى الإجابة -3 ثواني -1. تمام. -3 ايه؟ مغلق. طب -1 مغلق ولا مفتوح؟ لا، -1 1 مفتوح. يا مس ازاي ده؟ هو جاينا مغلق. لا، ما هو مش عايزه. ليه؟ لان هو تعتبر ضمن الفترة المشتركة بينهم. لان احنا لما كتبنا الفترة المشتركة كانت تبدأ من -1 لغاية 3. فهو يبقى الفترة بتاعتي -3 1. طب افرض طلب مني الواي بدون الاكس، يبقى انا هاخد الفترة ايه؟ الفترة دي الجزئية دي اللي هي اجابتها ايه بقى؟ اللي هي الجزئية ايه؟ اهي من 3 لغاية 5. 3 لغاية 5. الخمسة اساسا جاياني مفتوحة فانا هخليها مفتوحة. طب التلاتة مش تبع الجزء المشترك بينهم؟ فخليها مفتوحة برضو، فتبقى 3 و5 مفتوحين. تمام. طيب لما يجي يسأل ما يطلب منك اكس شرطة وواي شرطة. يعني ايه اكس شرطة ويعني ايه واي شرطة؟ الاكس شرطة يعني عايز مجموعة الاعداد الحقيقية بدون الاكس، وعايز المجموعة الاعداد الحقيقية بدون الار، بدون الواي. تعالى كده نشتغل على الاتنين في وقت واحد مع بعض.
هعمل هنا خط الاعداد بتاع، وهمثل اكس لوحدها هنا، وهنا همثل الواي لوحدها. الاكس هنا من -3 لغاية 3، مجموعة مغلقة اهي. هو عايز ان المجموعة دي اشيلها من الار، من مجموعة الاعداد الحقيقية. يبقى انا هاخد انهي جزء؟ هاخد الجزء ده وهاخد الجزء ده، اللي هو هيبدأ من ايه؟ من بعد -3 ومن بعد 3، اللي هو اقول له بيساوي -3 و3، اللي هي نفس المجموعة بس مفتوحة. يعني ايه مثلا؟ يعني انا باخد المجموعة مفتوحة. طب ثواني، هي كده انا خدت المجموعة التانية، يبقى انا خدت دي مفتوحة؟ لا غلط، يبقى مش كده. ما انا اعمل ايه يا مس؟ لا، قال لك بقى في الحالة دي بنكتب مجموعتين مش مجموعة واحدة، فترتين سوري، مش فترة واحدة. بكتب الجزء دي فترة والجزء دي فترة، الجزء ده فترة والجزء ده فترة. يعني ازاي يا مس؟ برضو مش فاهميني. مش من -3 لغاية سالب ما لا نهاية دي يعتبر فترة؟ فبكتبها، فبقول سالب ما لا نهاية. ثواني هكتبها هنا تحتها معلش عشان المكان مش مكفي. سالب ما لا نهاية وسالب 3، دول فترة، الاتنين مفتوحين. اتحاد مين بقى؟ برضو دول فترة، اللي هو 3 وما لا نهاية وبرضو مفتوحين. تمام، دي كده حلتها. تعال نحل التانية اللي هي واي، اللي هي واي من ايه؟ واي عندي من -1 ل5، -1 ل5، الواحد مغلق والخمسة مفتوحة. يعني ايه مفتوح؟ يعني ايه مغلق؟ المغلوق يعني الواحد -1 تبع الفترة. طب المفتوح يعني الخمسة مش تبع الفترة. طول ما هي مفتوحة يبقى مش تبع الفترة. ده الفرق بين المغلق والمفتوح، لو انا نسيت اقوله لكم يعني. تمام. لو عايز ان المجموعة دي اطلعها من ار، هطلعها ازاي؟ يعني انا عايز الجزء ده اشيله، يبقى انا هاخد من هنا لهنا ومن هنا لهنا. هنا مجموعة الاعداد السالبة وهنا مجموعة الاعداد الموجبة. تمام. طيب يبقى الاجابة بتساوي ايه بقى؟ من -1 لغاية ثواني، سالب ما لا نهاية بتتكتب الأول. سالب ما لا نهاية لغاية -1، دي فترة مفتوحة ودي فترة مفتوحة. تمام. اتحاد من 5 لغاية ما لا نهاية. طب الخمسة هنا مفتوحة يا مس، احطها مفتوحة هنا؟ لا، على عكس، احطها مغلقة. لو هي مفتوحة احطها مغلقة، لو هي مغلقة احطها مفتوحة. تمام. لغاية ما لا نهاية، ما لا نهاية دايما مفتوحة، سالب ما لا نهاية والما لا نهاية دايما مفتوحين. انا عارفة الدرس ده فيه تركات كتير صعبة، بس معلش حاول تركز فيها وهتلاقيها بتيجي معاك السهولة. عرفت ازاي بجيب اكس شرطة وواي شرطة؟ اكس شرطة ان انا بجيب ان انا بشيل الاعداد، الفترة كلها من خط الاعداد، واشيل الفترة دي برضو من خط الاعداد. هتلاقيها اتحاد فترتين. اتحاد ايه؟ فترتين. تمام. لو جابلي سؤال وقال لي اوجد اتحاد الفترتين دول مع بعض، هجيبه ازاي؟ هعمل كده خط مستقيم واكتب الفترة الأولى من -3 لما لا نهاية، -3 لغاية ما لا نهاية، اهي فترة مفتوحة من -3 لغاية ما لا نهاية. الفترة التانية من 2، تكتب طبعا 0 و1 وهنا -1 -2. انا بختصر بس الوقت عشان كده ما بكتبش. تمام. هنا سالب ما لا نهاية. طبعا الفترة التانية مغلقة لغاية سالب ما لا نهاية، هو الجزء دي. الجزء ده العلامة دي معناها التقاطع، يعني الجزء المشترك بينهم، الجزء المشترك من هنا لهنا. يبقى الإجابة بتساوي ايه؟ عندي -3 مفتوحة والاتنين مغلقة، يبقى الاتنين مغلقة والتلاتة مفتوحة، يبقى الإجابة -3 مفتوح واتنين مغلقة. تمام. طيب نحل مثال تاني. قبل المثال ده العلامة دي معناها اتحاد، يعني اجمعهم على بعض. فأنا هعمل ايه؟ هنا دي يعتبر من -2 لغاية 5 اهو،
ثواني عشان ما تتزاولوش. هعملك الخط الاعداد اهو، عملت خط الاعداد كامل. هقول له هنا من -2 مغلق لغاية 5 مفتوح. دي المجموعة الاولى. المجموعة التانية من 3 مغلق لغاية -ما لا نهاية كده. طب لو انا حبيت اعمل اتحاد، يعني اخد المجموعتين على بعض، هبدأ من هنا وانهي مع ما لا نهاية هنا. يبقى الاجابة بتساوي ايه بقى؟ هتساوي -ما لا نهاية، ما لا نهاية دايما مفتوحة، والخمسة مفتوحة. تمام، عشان هنا الخمسة مفتوحة اهي، وهي هنا مفتوحة في الرسم. فهمتوها الحتة دي؟ طب يلا المثال اللي بعده. طيب عايز هنا بدون فرق، يعني اخصمهم من بعض، شيلهم من بعض، فرق يعني طرح. ازاي؟ بس هفهمك دلوقتي. اول حاجة همثل الفترة على خط الاعداد. هقول له من -5 اللي ما لا نهاية، قصدي من 5 مفتوح لغاية ما لا نهاية. ادي الفترة الاولى 5 مفتوحة، والفترة التانية من 5 بس هنا مغلقة لغاية برضو ايه ما لا نهاية. لما اجي اشيل الجزء المشترك بينهم هشيل ايه؟ هشيل الجزء المشترك ده. هتفضل ايه معايا؟ بس اللي فاضل معايا الخمسة. يبقى اذا يساوي مجموعة الحل بيساوي ايه؟ 5 بس. واكتبها له في صورة مجموعة مش صورة فترة، عشان الإجابة عدد واحد فقط اللي اتفضل معاه. تمام. المثال اللي بعده. طب عايز الاتحاد بتاع الفترتين دول، يعني ايه اتحاد؟ المنطقة المشتركة بينهم. هنا الأول من 2 لسالب ما لا نهاية، 2 مفتوحة لغاية سالب ما لا نهاية اهي الجزئية دي، ودي من 2 مغلقة هنا المرة دي لغاية ايه ما لا نهاية. طيب ايه الحاجة المشتركة بينهم؟ في حاجة مشتركة؟ مفيش حاجة مشتركة. ليه؟ لأن الحتة التلاتة الاتنين قصدي اللي واقفين عليها هنا مفتوحة، فهنا مش تبع المجموعة دي، وهنا مغلقة تبع المجموعة دي. طب وهنا الأعداد المشتركة، الأعداد الفترة دي غير الإجابة دي، يبقى هنا الإجابة بتساوي ايه؟ فاي. لأن مفيش حاجة مشتركة بينهم، مفيش حاجة مشتركة أقول عليها. تمام. عايز المجموعة دي اللي عليها شرطة. اللي عليها شرطة يعني معناها ايه بس؟ يعني ار بدون المجموعة دي، يعني مجموعة الأعداد الحقيقية هشيل منها المجموعة اللي هو عايزها دي، فهتبقى كده. المجموعة بتاعتي سالب ما لا نهاية وار 4 مفتوحة لغاية سالب ما لا نهاية اللي هي المجموعة دي. أنا عايزة أشيل الجزء ده. إيه اللي هيتفضل معايا لو أنا شلته؟ هتفضل معايا الجزء ده، هيتبدأ من إيه؟ من 4 لغاية ما لا نهاية. فهيبقى الإجابة بتاعتي تساوي إيه بقى؟ الإجابة بتاعتي هتساوي إيه؟ هتساوي من 4 لغاية ما لا نهاية. طبعا الأربعة هي الأصغر فبكتبها الأول وبعدين ما لا نهاية الكبيرة. الما لا نهاية دايما مفتوحة. طب الأربعة مغلقة ولا مفتوحة؟ هنا إيه؟ مفتوحة، يبقى هنا تبقى مغلقة. تمام. يبقى في حالة إن أنا العدد مش متاخد معايا في المجموعة دي يبقى أنا باخده. هو لو متاخد يبقى أنا مش باخده. تمام. طب مش باخده إزاي؟ إن أنا بخليه مفتوح. طب لو خدته يبقى أخليه مغلق. تمام. ندخل على السؤال اللي بعده. جاب لي هنا مثال ار موجب. ار موجب يعني مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة، يعني باخد الأعداد الموجبة فقط مش الأعداد السالبة. هنا 1 2 3 4 5 6، هنا -1 -2 -3. المجموعة عندي من -2 مفتوحة، دي علامة مفتوحة، والستة مغلقة، واوصل بينهم. دي المجموعة بتاعتي. عايز مجموعة الأعداد الصحيحة بدون إن الأعداد الصحيحة عندي هي إيه؟ اللي بتبدأ من الصفر، اللي بعد الصفر على طول. تمام أهي بتبدأ من صفر. أنا عايز الأعداد الحقيقية بدون الجزء ده، بدون قصدي التقاطع مع الجزء ده. يبقى مين الجزء اللي الإجابة بتاعت الجزء ده؟ التقاطع بتاعه.
يبقى انا عايزه بتقاطع في الجزء ده مع ايه الاجابه بتاعته. يبقى انا هكتب له الجزء ده. طب اول حاجه الصفر اصغر حاجه وبعديها الستة. الصفر مش ضمن الاعداد الموجبه ولا السالبه فسيبه مفتوح. طب الستة هنا جايبها لي مغلقه تبقى ايه مغلقه. تمام. طب هنا بيقول لك عايز مجموعه الاعداد الطبيعيه اللي هي بتبدا من الصفر وواحد اتنين وتلاته الاعداد الموجبه تقاطع ايه اللي بتتقاطع معاه مع المجموعه دي. فانا هعمل خط الاعداد زي كده اهو، اقول له هنا صفر وهنا واحد اتنين تلاتة وهنا سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة. هنا السالب تلاتة مغلق وهنا التلاتة مفتوحة ووصلهم. طيب مجموعة الأعداد الطبيعية بتبدأ معايا من الصفر، يبقى الجزء المشترك بينها وبين الأعداد الطبيعية اللي هو الجزء ده. يبقى الإجابة إيه بقى؟ الصفر هنا جزء من الأعداد الطبيعية. هكتب له إيه بقى؟ هل هكتب له فترة؟ لا مش هكتب له فترة. ليه؟ لأن الأعداد الطبيعية ما تشملش الكسور الموجودة هنا ولا الأعداد العشرية الموجودة هنا. ما تشمل إيه؟ بتشمل الأعداد الصحيحة بس اللي هي الأعداد الكبيرة. يبقى أنا هاخد إيه؟ صفر والواحد والاتنين. طب والتلاتة؟ لا مش هاخدها. ليه؟ لأنها مفتوحة. يبقى الإجابة بتاعتي هعمل علامة فترة كده وأركز هنا. أعداد الأعداد الطبيعية عبارة عن أعداد صحيحة بدون كسور ولا أعداد عشرية، فهيبقى صفر وواحد واتنين. تمام. ليه أخدت الرؤوس؟ علشان أنا الأجزاء مش ضمن الأعداد الطبيعية. تمام. ندخل على المثال اللي بعده. دي اتفهمت. والتلاتة ما خدناهاش عشان مفتوحة. الصفر أخدناه ليه؟ لأنه ضمن الأعداد الطبيعية وهو موجود في الفترة. تمام. السؤال اللي بعده هنا عايز زد هي الأعداد الصحيحة بدون السالب ما لا نهاية لغاية الواحد. يبقى أنا اهو كده اهو هقول له اهو سالب ما لا نهاية وهنا الواحد وهنا ما لا نهاية أيا كان، مثلا هنا اتنين تلاتة أربعة، هنا سالب صفر وسالب واحد هكذا. هنا اللي عندي ايه الواحد مغلق لغاية هنا. هو عايز بقى الأعداد بدون الفترة دي، يبقى أنا عايز من هنا لغاية هنا. تمام. يبقى هقول له الإجابة تساوي إيه بقى؟ هنا الواحد مغلق، هو مش عايز الواحد عشان مغلق مش تبعي، يبقى الواحد هكتبه كده واسيبه مفتوح فترة. بعد كده لغاية ما لا نهاية، ما لا نهاية دايما مفتوحة، يبقى الواحد لغاية ما لا نهاية. طب معلش أنا هنا اتلخبطت أو نسيت حاجة، إن احنا نتعامل مع ذات. ذات هي ايه؟ الأعداد الصحيحة. طب الأعداد الصحيحة يا مس ايه؟ هي الرؤوس زي الموضوع الأعداد الطبيعية، يعني هي الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة وكده، بس ما ينفعش أكتب كسور فيها، فبكتب ايه مجموعة فترة كده. بكتب مجموعة اتنين وتلاتة وأربعة، اتنين وتلاتة وأربعة وخمسة. طب يا مس هقعد أكتب ده أنا مش هخلص، لا واكتب نقط كده واقفل المجموعة بتاعتي. ده معناها من اتنين لغاية ما لا نهاية. تمام. السؤال اللي بعده. طب لو طلب مني عايز مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة اتحاد المجموعة الأعداد الحقيقية السالبة. طب لما أعمل كده هقول له أهو ادي الصفر سوري ادي الصفر وهنا الواحد اتنين، هنا سالب واحد سالب اتنين، هنا سالب ما لا نهاية وهنا ما لا. مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة هتبدأ معايا من الصفر مفتوحة لغاية الما لا نهاية، والأعداد السالبة الصحيح الحقيقية بتبدأ من الصفر مفتوح لغاية سالب ما لا نهاية. طب لو حبيت أعمل اتحاد إن أنا أخدهم كلهم على بعض يبقى هعمل إيه؟ هكتب له ار؟ لأ، أمال إيه؟ أنا عندي الصفر هنا مفتوح والصفر هنا مفتوح، يبقى ده مش تبع المجموعتين، يبقى أقول له ار بدون اللي هي علامة الشرطة دي، بدون مين؟ الصفر. يبقى مجموعة الأعداد الحقيقية كلها يعني كل الأعداد اللي على الخط المستقيم ما عدا مين؟ الصفر. تمام؟ دي اتفهمت؟ أخدنا كل أمثلة اللي ممكن تيجي وكل أشكال الأمثلة اللي ممكن تيجي.
تمام. تعال نحل المثال اللي بعده، واللي بعده هناخد نفتكر شوية عن المجموعات. اخر حاجة معانا في الحصة النهاردة، لو بيقول لي ايه انا عايز الفترة دي بدون المجموعة دي، الفترة من 3 لغاية 7 عايزها بدون العنصر 3 والعنصر 7 من غيرهم. يعني ايه؟ يعني انا هخلي 3 والسبعة مالهم مفتوحين، لانهم خلاص ما بقوش ضمن الفترة لان انا شلتهم من الفترة. تمام. طب لو انا برضو الفترة دي عايزهم، الفترة من 3 ل7 عايز اتحد مع 3 و7، هتجيب لي ايه؟ طب هما اساسا مغلقين، فهما كده كده موجودين. فلما اعمل سوري التقاطع، مش اتحاد، تقاطع، ايه الحاجة المشتركة بينهم؟ يبقى انا من فترة من 3 ل7 ايه الحاجة المشتركة بينهم بين المجموعة 3 و7؟ ال3 و7. بقى حاجة المشتركة بينهم ايه؟ ايه برضو ال3 و7، لان موجودة هنا هي مغلقة والسبعة موجودة هنا مغلقة، فهو هنا بمعنى التقاطع ان هو عايز الحاجة المشتركة بينهم، الحاجة ايه المشتركة بينهم. طب الفترة دي جايب لي السبعة والتلاتة مش ضمن الفترة، يعني انا عندي من 7 ل3 بس 7 و3 نفسهم مش ضمن الفترة. عايز اتحاد ان انا اجمع. طب التلاتة اتحطت اهي، بقت موجودة ليه؟ لان قالك حطها في الفترة في المجموعة اللي هي 3 ل7. ليه؟ لان حطها من المجموعة 3. طب والاربعة كده كده موجودة من 7 يبقى الفترة الناتجة هتبقى ايه؟ 3 بقت مغلقة عشان خلاص اهي جبناها، ومين والسبعة مفتوحة زي ما هي عشان مفيش حاجة حصلت فيها، زي ما هي تفضل مفتوحة. تمام. طب السؤال اللي بعده، عندي الفترة هنا المجموعة دي، كلمة دي معناها مجموعة ودي فترة. طب المجموعة من 3 ل7، الفرق بين المجموعة يا ولاد ان انا العناصر 3 و7 يبقى انا عنديش غير 3 و7 بس. اما الفترة من 3 ل7 يعني قصده 3 واللي وسط اللي بعد ال3 3 ونص 3 وربع 3 وربع اي كان، و4 و4 وربع و4 و5 لغاية ما توصل لل7. تمام. ده الفرق بين الفترة والمجموعة لو انت مش عارف يعني. تمام. طيب لو انا المجموعة دي مالها طلعت منيها الفترة دي، يعني شلت منيها ال7 و3، هتفضل حاجة فيها المجموعة؟ لا، هتبقى فاي لان انا شلت ال3 وال7. طب لو انا المجموعة دي اللي هي 3 و7 شلت منيها ال3 وال7 اللي هما مش موجودين اساسا في الفترة، يبقى الاجابة ايه؟ 3 و7 هيبقوا زي ما هم، لان انا ما شلتش حاجة، لان هما مش موجودين اساسا في الفترة، لان الفترة مفتوحة. الفترة ايه؟ مفتوحة. كده انا خلصت. اتمنى اكون استفدت، واتمنى اكون او عرفت اوصل لكم الدرس بشكل صحيح وبطريقة سهلة. شكرا لكم لاستماعكم. اتمنى ان انتوا تدعموني بلايك واشتراك في القناة، وتبعتوا لي في التعليقات المسائل اللي بتقف معاكم او الحاجات اللي ما فهمتوهاش علشان ايه انزل لكم بيها فيديوهات. شكرا.